كمان تعليق من طلبات الناس ان احنا ناخد سهم العربية اصول. يلا بينا نشوف. سهم العربية اصول مبدئيا اتجاهه صاعد، اتجاهه حتى الان صاعد، اتجاهه ايه؟ صاعد. طيب المشكلة في ايه في عربية اصول؟ ان برضو نفس الكلام، ان عربية اصول اتحرك من ال 90 قرش لل 2 جنيه في وقت بسيط جدا، يعني تقريبا ما صححش، يعني هو كان بيصعد بس. فاحنا محتاجين نشوف منطقة تصحيح. طب ايه اقرب منطقة تصحيح؟ دور على اقرب اوردر بلوك. فين اقرب اوردر بلوك؟ هتلاقي اقرب اوردر بلوك عندك ده ينفع اوردر بلوك، المنطقة دي هنا كده، وده كمان ينفع اوردر بلوك. طيب اختار مين فيهم؟ تعال نشوف. الاوردر بلوك يبقى قوي امتى؟ لما يجي بعده فير فاليو جاب قوي. فير فاليو جاب يعني ايه؟ يعني شمعة شرائية كبيرة. طيب الكلام ده حصل فين؟ الكلام ده حصل هنا، احتاجنا شمعة 2 3 عشان يظهر مشترين، اما من هنا ظهر بعد شمعة واحدة، يبقى الاوردر بلوك ده اقوى. ده اولا. ثانيا هتلاقي ان في الاوردر بلوك ده حصل يعتبر شبه تصحيح، شبه تصحيح. هنا لا، ده ثانيا. ثالثا هتلاقي ان عشان الاوردر بلوك يتكون لازم يبقى في فير فاليو جاب، في بعديه انديوسمنت، لازم انديوسمنت يعني محفز، ولازم نسحب سيوله الانديوسمنت. لذلك انا اعتقد ان ده الفير فاليو جاب الاصلي. طب هل لو انت اعتمدت ده الاوردر بلوك الاصلي، طب هل لو انت اعتمدت ان ده الاوردر بلوك هل انت غلطان؟ لا انت مش غلطان. بره الكلام ده اللي ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاه، يعني السؤال بالمختصر، انا اعمل ايه في العربيه اصول؟ ارى ان العربيه اصول محتاجه تصحح لحد ما نسحب سيوله القاعده اللي هو عند الواحد 8، وساعتها ننزل الاوردر بلوك الاصلي عند الواحد 7. تعال نرسمه. ومن هنا ومن الهبوط ده نبدا نراقب اتجاه السهم ونشوفه صاعد ولا لا. لو انا حللت كل اسهم البورصه هتلاقيني بقول الكلام ده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا غالبا متجهين لفتره تصحيح، لكن فتره التصحيح دي مش معناها ان اتجاه السوق اتغير، اتجاه السوق لسه صاعد زي ما هو، بس احنا محتاجين نصحح. يبقى الرؤيه في العربيه اصول ايه؟ انها هابطه الاوردر بلوك ده عند الواحد 7 9. منها تشوف رد فعل السهم، هل هيظهر مشترين ولا لا. لو ظهروا تقدر تخش اوردرات شراء.